اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. هنا عندي فتة عدس بقى ورز، انما ايه تحفة. يلا بينا هنشوف نعمل ايه. هنا عندي عدس نص كيلو، وعندي هنا 3 كوبايات من الرز، وعندي هنا 3 بصلات و3 عدد طماطم برضو، وعندي هنا بشر جزر، وعندي بطاطسيتين مقطعاهم مكعبات، وعندي هنا قرنين شطة، وعندي هنا جنبيها البهارات ملح وفلفل وكاري وورق لورا وحبة توم، شوية توم هنا مع الشطة. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه بقى. طريقتنا ازاي ان شاء الله. يا رب يكون فيديوهاتي بتنال اعجابكم، وما تنسوش لو اول مرة بتتابعوني ضغطوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نشوف. هنا عندي حلة على البوتاجاز، جبت فيها قالب زبدة وحطيت شوية زيت، قلبتها كده عشان تسيح الزبدة. نزلت بقى بالبصل، فضلت اقلب البصل كده لغاية ما يدبل شوية. هنزل عليها بالثوم والشطة، وهبتدي ان انا اقلبه. تمام، هتبتدي هنا كده يبتدي يحمر معايا شوية. وهنا نزلت بالبهارات ملح وفلفل وكاري وورق لورا، وفضلت بقى ان انا اقلب كده. انا بحب المكونات يعني الملح والحاجات دي احطها الاول مع البصلة، بتدي نكهة كده من الاول حلوة. تمام، هنزل بعد كده بالعدس. نزلت بالعدس وفضلت اقلب العدس لغاية ما العدسية كده تصفر معاكي. بعد كده انزلي بالطماطم وقلبي شوية، شوحيه كويس جدا المكونات كلها مع بعض. نزلنا بعد كده بالجزر. انا الجزر هنا بشراه من بدري يعني، ومخزناه في التلاجة. للسلطة بيبقى جاهز، للطبيخ بيبقى جاهز ما شاء الله يعني، بيسهل عليك امور كتيرة يعني. هنا خلاص كده نزلت بقى بالبطاطس وفضلت بقى اقلبه. طبعا بصوا انا يعني بخلطه بالمضرب وكده، فما بانش ولا حاجة، ولا من البصل ولا البطاطس ولا الطماطم ولا اي حاجة يعني. بس شلت منه اول ما استوى، شلت منه الورق اللورا. تمام، وخلطته كله مع بعضه كده. انا عملته بالمفراكة. تمام، وبعد كده خلطته بعد ما عملته بالمفراكة خلطته. هنا بقى خلاص حطيت له ميه، وابتديت ان انا كده هنا عندي استوى، غطيته يعني ولغايه ما استوى مع نفسه. ما زودتلوش ميه، كانت الميه كده كافيه. هنا بقى خلصت العدس وكنت يعني خلطته تمام، ونزلت بقى مع معلقه او نص من السمنه البلدي. تمام، هنا كان عندي الرز، ابتديت ان انا اقلب اشوح شويه رز كده. تمام، بعد كده هاخد الرز التاني، ما كانش عندنا شعريه، فابتديت ان انا اعمل رز عادي. خلاص هنا حمرت الرز، الحبه اللي انا خطيته هنزل عليه بالحبه التانية. ما تنسوش يا حبايبي تضغطوا لي بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كنت خلاص كده بملح واحط له البهارات بقى بتاعته، الفلفل والملح، وخلاص كده قلبته وخطيت المية، وخلاص كده هغطيه يستوي بقى مع نفسه. وبعد كده بقى هنا جبت الفطير الناشف وفقت يعني كسرته كده. تمام، ونزلت بقى عليه بالعدس. تمام، ورشيته كده رشة. عملت طبعا بصلتين كده شوحتهم ونزلت عليهم بالطبق، وحطيت الرز، وهنا كان الخس، وهنا السلطة والمخلل، وبالهنا والشفا يا حبايبي. والله بجد فتة روعة روعة
بجد يعني والله بجد لو جربتوها مش هتندموا خالص. يلا اسيبكم بقى، باي.